وهتلاقوا برضو من فوق المعرض شكله مختلف، وخرجنا تاني عشان نشوف ايه العرض ده. وفي قاعة 3 هتلاقوا معظم الدول العربية والأجنبية، واللي موجودة فيها كمان ضيفة الشرف وهي سلطنة عمان، ومعظم دارات النشر اللي انتوا ممكن تاخدوا منها سوفونير أو هدايا زي سلطنة عمان. وهتلاقوا السعودية ممكن تاخدوا منها مصحف، وهتلاقوا الكويت والإمارات ودبي، وهتلاقوا كمان دول أجنبية زي ألمانيا وإيطاليا ودول مختلفة. ممكن تسألوهم كمان عن العروض أو إزاي إن انتوا تسافروا إليهم مجانا. يلا بينا ندخل بقى قاعة سلطنة عمان ونشوف أول مخطوطة للقرآن الكريم. وهنا كمان الجدير بالذكر إن الدار السعودية واللي عرفتنا إزاي نعمل المصحف، أو أول مصحف يعني اتعمل عندهم بالخيوط بالأشكال وكل حاجة تحفة. وهتلاقوا هنا حرفيا حلايب وشلاتين عاملة ذوق هايل جدا جدا من الأكسسوارز والحاجات الجميلة اللي بيعملوها. وممكن تلاقوا كمان لقاء تلفزيوني حلو جدا 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 من وزير الثقافة، وكمان مانجا الشهيرة، المجلة اللي فيها قصص أطفال واللي انتوا هتحبوها جدا. وما بين القاعات هتلاقوا في أبو عوف، ولو طلعتوا فوق هتلاقوا أماكن توقيع الكتب، وكمان ممكن إلقاء شعر وديوان وكده وحركات. والشكل من فوق كمان جميل جدا وهيبهركوا. ودي قاعة حفلات التوقيع اللي ممكن تطلعوا فوق تعملوا توقيع كتب، أو تحت في شاك كده بيجي فيها الروائي أو صاحب الكتاب واللي هو بيمضي على الكتاب أو بيعمل إهداء للقراء بتوعه. بصوا برضو الشكل من فوق حلو ازاي. وهتلاقوا أماكن للصلاة موجودة هناك برضو، وكمان التويلت موجودة ما بين القاعات دي. لو لقيتوا تحت مزدحم ممكن تطلعوا فوق. والحتة دي بتاع فوتو بوك واللي بتصوروا فيها وبينزلوا صوركوا على الصفحة الرسمية معرض الكتاب على الفيسبوك. وكمان هنا في عروض مخفضة أو عروض خاصة جدا في معرض الكتاب. ونخرج تاني ونشوف ايه العرض ده.
والجزء ده موجود في كل قاعة، هتلاقوا زي خريطة كده بتحسوا فيها أو بتلاقوا فيها أدوار النشر اللي موجودة، ودخلنا قاعة 4 ولقينا تراثنا اللي موجود فيه كل حاجات حلوة جدا جدا من القماشات والحاجات الجميلة اللي انتوا هتلاقوها في تراثنا. أصلا معرض جميل جدا، فموجود حتة منه كده في معرض الكتاب، والأهرام عاملة خصومات بتصل ل149 جنيه كتاب، وهتلاقوا فيه حاجات حلوة جدا في قاعة 4. زي ما قلتلكوا دي القاعة المفضلة بالنسبة لي، لأنها فيها كمان دارات نشر أنا بحبها، وفيها نفس الوقت في دار المعرفة لو عايزين تشتروا مصحف ومصلية أو سبحة، ورمضان طبعا على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين. وكمان هتلاقوا فيه كتب دينية وكتب ثقافية وكل حاجة هتلاقوها في القاعة دي. بصراحة يعني في مجلدات كمان، وعاملين شكل حلو جدا بالبلالين كده وبيحتفلوا معاكم، صراحة جميلة جدا. وهتلاقوا كمان دارات كتيرة جدا موجودة في شركة الشرق الأوسط، هتلاقوا في قاعة 4 سوري. وهتلاقوا في ناس برضو بتساعدكم في أجواء كده مختلفة. أنا بحب بصراحة أروح معرض الكتاب كل سنة عشان أنقل لكم، يعني أنا بحب أعمل كده، أنقل لكم إن أنا بعمل إيه، وفي نفس الوقت أرشح لكم كتب، وفي نفس الوقت أقول لكم وأشجعكم إن انتوا برضو تقروا وإن انتوا تروحوا. في روزا يوسف عدت، وهتلاقوا هنا في كتب ب60 جنيه في دار مذهب. وفي دارات كده يعني انا مش عارفاها بصراحة، بس عاملة خصومات حلوة برضو، لو حابين برضو تلقوا نظرة كده عليها. في قلم والفنون دي حلوة برضو، فهتلاقوا في دارات مختلفة، ودارات انتوا ممكن ما تكونوش عارفينها، بس ممكن تلاقوا مثلا لو بتدوروا على كتاب معين. برضه هقولها لكم في فيديو منفصل، هتلاقوا فيه ابلكيشن عاملينه المعرض، ان انتوا لو عايزين كتاب مختلف يعني محدد تشوفوا كده زي كده، ان انتوا بتدوروا بس تجريبي او على موقع وتختاروا الكتاب بتاعكم. دار الحضارة ده برضو حلو جدا، هتلاقوا فيه انك الله، بحبه برضو قوي الكتاب ده، وبرشحه لكم بشدة لانه بجد جميل جدا، وهيغير نظرتكم للصلاة لو انتم مقصرين. وهتلاقوا تفسير السعدي، وهتلاقوا المصحف اللي هو هجد وعمل، ده اللي هو كان في وقت من الأوقات ناس عايزة إن هي تقرأ فيه ونفسها تبقى عندها. هتلاقوا مرسال، وممكن تكسبوا هدية زي ما قلتلكوا. دار بيت الكتب بصراحة عندهم روايات مختلفة وحلوة. وجناح بقى الأزهر، واللي هتلاقوا فيه زي ندوة كده هتحببكوا في المكان أكتر وأكتر، لأن أصلا جناح الأزهر حلو وفيه فعاليات وأنشطة جميلة. يلا بينا نشوف. أول ما دخلت جناح الأزهر لقيت كده ناس بتنشد خبر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ناس بتأذن، وناس يعني في احتفال كده كأن ناس مثلا حافظة القرآن وبيحتفلوا، وناس لابسة برضو كده زي كأنهم ايفنت فعلا واحتفال. وبصراحة المكان مبهر يا جماعة، بجد بجد هتدخلوا هتنبهروا بكمية الأنشطة اللي موجودة للأطفال أو الكبار. وكمان هتلاقوا كده لوحة فيها شيوخ الأزهر على مختلف السنين اللي فاتت لحد الشيخ الطيب. وكمان هتلاقوا كده أنشطة وفعاليات موجودة في الأزهر. وهتلاقوا كمان طبعا في ركن الطفل موجود جنب جناح الأزهر بالظبط.
يعني. وفي متحف كنوز مكتبة الأزهر هتلاقوا فيه برضو حاجات جميلة جدا، وموجود فيه شيوخ الأزهر اللي قلتلكوا عليها على مختلف السنين. وهنا هتلاقوا فيه رسومات في غاية الجمال، في غاية الجمال، يعني انبهرت بصراحة. تلاقوا فيه طاووس وحاجات رسومات حلوة جدا، وفي ناس بترسم بالمية كده، بصراحة عجبتني. وناس بتخيط بالتريكو أو بالإيتامين. وفي ركن الطفل زي ما قلتلكوا. يعني في حاجات أنشطة صراحة، يعني سواء انتوا أو أطفالكوا هتستمتعوا، بجد هتستمتعوا، يعني هتستمتعوا. هتلاقوا في حاجات، يعني أنا نفسي انبسطت. وده زي ما انتوا شايفين ركن الطفل، واللي بيعملوا أنشطة للطفل بحيث ان هو يبقى في الأجازة في كده انشغال أو في حركة عنده، وبيتعلم حاجة جديدة وبيقرا وبيتثقف في نفس الوقت، برضو بيلعب، عشان بتنمو عنده أجزاء معينة. حاجة حلوة جدا. وده الطاووس اللي قلتلكوا عليه، بس شكله جميل ازاي. طبعا خدت صور كتيرة جدا في المكان ده صراحة، يعني ولا أروع، حاجات في غاية الجمال. وهنا طبعا دار الإفتاء المصرية، تقدروا تسألوا أي سؤال، ومجلس حكماء المسلمين تقدروا تسألوا أي سؤال في دار الإفتاء ويجاوبوا عليه في ساعتها. في دار حكماء المسلمين كان، أو علماء المسلمين، كان في شيخ كده، في ناس كتير حواليه بيسمعوا خطبته، وبصراحة الناس كان في قمة الأخلاق والذوق. هنا بقى زي ما قلتلكوا في إبداعات كتير جدا، هتلاقوا إن انتوا مش عايزين تخرجوا من المكان ده حرفيا. وده زي ما قلتلكوا اهو، في ناس اهي بترسم، لسه بترسم، والرسمة لسه طازة زي ما بيقولوا. وهتنبسطوا جدا في المكان، هتصوروا كأنه رحتوا متحف، حرفيا متحف. يعني في كمية إبهار وجمال وروعة وتنسيق في الألوان، بحيث إن العين ما تتضايقش. ف بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيد ويبارك زي ما بيقولوا. و وهتخرجوا حرفيا إن انتوا مبسوطين ومش متضايقين. تعالوا استمتعوا معايا بقى بالرسومات دي. وفي جزء دار الإفتاء مش بس للأسئلة، كمان ممكن تشتروا منهم كتب زي ما انتوا شايفين. والجزء اللي جاي ده أعمال ناس يعني مبدعة، وناس صغننة بتحب يعني ترسم، وبتحب إن هي تشكل الأشكال دي زي ما انتوا شايفين على هيئة شخصيات. الصراحة حلوة قوي، لطيفة. ده ركن الابتكارات العلمية، وحاطين صورة الشيخ الطيب. وده برضو ابتكارات بصراحة حلوة جدا، أنا عجبتني. في كل ركن في جناح الأزهر هتنبسطوا وتطلعوا
بشيء، سواء ابتكار، سواء ان انتوا هتطلعوا بعلم و- وتفيدكوا ويفيدوا اطفالكوا برضو. صراحة جميل جدا. وده ركن الازهر زي ما انتوا شايفين من بره. والجزء برضو بتاع ركن الطفل هوريهولكوا، ده مركز بيع الكتب. وفي نفس الوقت لو عندكوا سؤال أو عايزين تستمتعوا بالأنشطة، فكل ده موجود في جناح 4 أو قاع 4 في الآخر خالص. وهنا أطفالكوا برضو هيستمتعوا معاكوا، لأنكوا هتسيبوهم في وسط ناس بتهتم بالأنشطة، بتهتم بالطفل. وده الفيديو اللي كان فيه قاع 3 و4، وكانت فيها كمان ضيفة الشرف اللي هي سلطنة عمان. استنوني بقى في الفيديو الجاي هقولكوا قاعة 5، واللي هي متخصصة في ركن الطفل والكتب اللي هي بتاعة الأطفال، وكمان قاعة 6 اللي هي كتب المخفضة، سواء كانت الكتب الأجنبية أو سور الأزبكية. فاستنوني، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش الدعم وشير كتير جدا بقى لأصحابكم، وقولوا لهم يلا بينا على معرض الكتاب عشان نشوف الأنشطة والفعاليات اللي بتحصل هناك. أنا كده خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو لسه أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. واستنوني في حلقات جديدة من شوبينج ست البنات، وباي باي.